السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين؟ كيف غاديين مع الصحه؟ واش راكم مبروكه؟ طول عليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو. كيف كتشوفوا الفيديو ديال اليوم هو المملحات ديال عاشوراء بطريقه زوينه سهله واقتصاديه، وحتى يعني الشكل كيكون زوين وسهل صراحه. المهم هبطت عليكم بزاف، ولكن اليوم رجعت لكم بهذا الفيديو. كنتمنى انكم تستافدوا منه وتجربوه كيف ما انا وتقولوا لي كيف جاكم. مهم خليكم دابا وندوزو مباشره المقادير. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج هو كاس معمر ديال الزيت، 3 الفرماجات، مقادير ساهلين وفي المتناول. هنا الزبده خديت 4 المعالق ديال الزبده، الملحه شويه الملحه وشويه سكر صنيده باش نعادل الذوق. هنا زيت العود 2 معالق كبار، خماره الحلويات، والمطارد اللي غناخذ منه 2 ديال المعالق صغار. ونبدا على بركه الله بالزبده. بالنسبه للزبده انا خليتها في الثلاجه، عندي ديجا في الثلاجه وما خرجتهاش بكري. المهم نتوما ملي تبغيو تخدموا بها خرجوها باش تشد ديك حراره المطبخ. كندير الزبده عليها الفرماج وعليها الزيت، وكنبقى نحرك مزيان وندمج ديك المقادير حتى كيوليو على شكل خليط بحال هكذا. ومن بعد كنزيد الملح مع سكر سنيده ونخلط مزيان، ونزيد زيت العود حتى هو اللي كيعطي واحد اللذه اللي زوينه. بالنسبه للمملحات كل واحد واش كيدير فيها في العجين، كاين اللي كيدير فيها البيض، كاين اللي كيدير فيها دانون مسوس، ولكن انا كتعجبني هاد الخلطه حيت كتجي زوينه في المذاق. زدت 2 ديال المعالق من المطارد، يمكن لكم تزيدوا على حسب الذوق ديالكم. صافي كنزيد وكنبدا نخلط مزيان. عاوتاني كنمزج المقادير مزيان، وصافي كنمزج هنا مزيان كيف قلت لكم المقادير. وكناخذ الدقيق نكب الكاس الاول، كنبقى نضيف بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجين. بالنسبه للعجين ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، ما ندلكوهاش نهائيا، غير تجمع لينا صافي. كناخذ الخماره ونزيدها عليهم ونبقى نزيد بشويه بشويه ديال الدقيق. بالنسبه لهذا الخليط هزيت ليا 3 كؤوس ديال الدقيق صافي، وكنبقى نزيد حتى كتجمع ليا الخليط. نتوما غتشوفوا العجين كيف غتولي. صافي هانتوما كيف كتشوفوا العجين غادي نقسمها على 4 الاشكال، اي 4 النكهات. كل نكهه غندير فيها يعني النكهه اللي باغا انايا، اولا اللي باغي نتوما على حسب نتوما اش من نكهه كتبغيو. كنبسطهم واحد شويه باش نحط فيهم المنكهات. وهنايا بالنسبه للنكهه الاولى غادي نختار هنايا الخرقوم او هذا اش غنقول لكم الاقامه ديال الحوت كتجي زوينه بزاف كتحمق. الاقامه ديال الحوت مع الخرقوم كيجيو واعرين. صافي كندي ونجيب العجين، ما ندلكوهاش بزاف، كندي ونجيب العجين حتى كيدخل ليا داكشي في العجين صافي. وكنخليها على جنب وكنجيب العجين الثانيه حتى هي وكندير فيها النكهه الثانيه اللي هي هذا الثومه. كنحك الثومه ونديرها فيها. عندكم ثوم بودر
ديروه، يعني توم بودر ديروه حتى هو كيجي زوين، اولا البصله بودر كتجي زوينه. صافي حتى هي كنجمعها وكنخليها على جانب ترتاح شويه. وكنمشي الكره الثالثه، كندير فيها هنايا التحميره وكندير فيها السودانيه، بابريكا والسودانيه. السودانيه على حسب الذوق، بغيتو يجي حار بزاف كتزيدوا السودانيه، بغيتو بين وبين راه غير تقريبا معلقه صغيره حتى لجوج المعالق صغار ديال السودانيه. هنايا انا درت 2 معالق صغار السودانيه، يعني ما جاتش باينه الحروره فيه بزاف، يعني يمكن حتى الدراري الصغار ياكلوهم ما كتاثرش فيهم. صافي وهنايا اخر كره اللي غادي ندير فيها او قرصه اللي غادي ندير فيها الربيع وشويه ديال الملون غذائي اخضر. الا ما كنتوش كتفضلوا الملون ديروا غير الربيع، راه غيعطيكم اللون كيف ما باغي. صافي هنايا نمزجها مع الخليط، يعني القرصه كنمزجها مع الخليط حتى هي ونخليها ترتاح. بالنسبه لهاد الكرات غادي نجمعهم بالسلوفان. صافي غنجمع هنايا كلشي بالسلوفان وغادي نخليه في الثلاجه لمده ديال ساعتين حتى ل3 سوايع. هنا من بعد ما ارتاحوا ليا في الثلاجه مده ساعتين حتى ل3 سوايع، كل ما ارتاحوا في الثلاجه كل ما مزيان غادي ناخذ المدلك وغنبدا بقرصه بقرصه، كل قرصه غندير فيها اشكال. بالنسبه للقرصه الاولى غادي نبسطها مزيان مزيان. هنايا نكون مشعله الفران على درجه حراره ديال 120 درجه من الفوق ومن التحت. بالنسبه لهنايا درتهم في لاطا بابي كويسون، الا ما عندكمش ديروا الزيت باش ما تلصقش العجين. وكناخذ الطابع ديال بيتزا وكنبدا هنايا كندير خطوط طويله وعريضه. بالنسبه لهنايا ممكن انكم تستعينوا بمسطره، انا تفضلت ليا مسطره وتاخذوا القياس كل واحد على حده غتجيكم احسن. صافي وكندخلها الفران طيب ليا من التحت ومن بعد عادش كنشعل عليها من الفوق باش تبقى مقرمشه. بالنسبه للعجين الثانيه ديال الثوم كناخذ غلاقه ديال قرعه الماء يعني موجوده في كل بيت، وكنبدا نرشم العجين كامله حتى نساليها. وناخذ لاطه كيف كتشوفوا دهنتها بالزيت ودرت فوق منها الشوفان، زوقت بالشوفان. هنا ممكن تزوقوا باي حاجه. بالنسبه للكره الثالثه اللي فيها الخرقوم والتوابل ديال السمك حتى هي غادي نبسطها مزيان بهذا الشكل. وكناخذ القطاعه ديال الشباكيه وكنبدا نقطعها وندير على شكل مربعات حتى هي كتجي زوينه والمنظر زوين بزاف. حتى هنا يمكن لكم تاخذوا العبار بالمسطره حتى هي كتجي يعني كيجيو متساويين ماشي كيجيو يعني بحال هكا مخربقين. وبالنسبه لطبيعه الحال البنات راه عارفين كاين اللي عينها ميزانها كتجيبهم قد قد. صافي هذاك التحتاني كنساويه مع يعني الحواف او الجوانب كاملين كنساويهم، كنخلي فيهم ديك الطابع ديال الشباكيه باش كياخذوا لي داك الشكل اللي بان لكم في الاول. صافي هنا كنبقى نقاد مزيان حتى كتقاد لي العجين وكنبدا هانتوما هنايا قطعتهم. بالنسبه للكره الثالثه غادي نلويها. الكره الثالثه
اولا الاخيره على ما اظن، الاخيره كنلويها، كنديرها بحال الرولو وكنقطعها، كنقسمها على جوج وكنديرها على شكل رولو وكنقطعها، كتجي زوينه. بالنسبه للاشكال كل واحد واشنو كيدير كل واحد ويعني والذوق ديالو اشنو كيدير. اللي كتجي سهله راه كيديرها، هذا فقط كيبقى غير اختياري. حتى التزيين كيبقى اختياري، كل واحد على حسب الذوق ديالو. المهم ها هو نفرحوا الوليدات ونفرحوا ريوسنا بطبيعه الحال. صافي كنقطع هاد لي بودان، الموس يكون ماضي. الا بغيتو حتى ديروا هذوك لي بودان في الفريكو يشدوا راسهم شويه وتعاودوا تقطعوهم باش تحكموا فيهم، حتى هي طريقه زوينه انا كنت كنديرها، ولكن هنا ما كانش عندي الوقت يعني دغيا درتهم، ولكن كيجي الشكل زوين بزاف. وصافي هذا هو الشكل النهائي، كيجيو زوينين ولداد. بالنسبه للشكل اللي قطعته بالمطبع ديال الشباكيه كندير فيهم كزوقتهم بالبافون، كيجيو زوينين بزاف بزاف بحالكم. المهم هذا هو الشكل النهائي، هذا هو التقديم ديالهم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنىكم تجربوا. عواشركم مبروكه، تخليكم ان شاء الله باش ما تمنيتو. ما تنساوش خدكم من لايك، ابوني وكومونتير، واحد الكومونتير اللي يكون زويون. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه، الى اللقاء.